ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعمل مع بعض الطريقه البسيطه الجميله دي، وكمان هشارك معاكم مجموعه من النصايح واحنا بنشتغل كده عن مجال التطريز. فانت لو مبتدئه او حابه انك تطوري من شغلك، جهزي ادواتك، جهزي حاجه خفيفه نشتغل فيها، وتعالي نتكلم شويه عن مجال التطريز وعن اهم النصايح فيه. النصيحه الاولى: اوعي ابدا تبداي بالتقيل وتسيبي الخفيف. دايما بيعجبني الرسومات المعقدة في التطريز والأشكال الواو والورد البارز والحاجات دي كلها، فلما بنيجي نتفرج على الفيديوهات بتاعتها بنلاقي إن هي معقدة جدا، وإن هي لا أنا مش فاهمة الغرزة، مش عارفة، مش هقدر، وبتحسي إن الدنيا تقيلة عليكي. مع إنك لو اتعلمتي من البداية أو الغرز الأساسية هتلاقي إن الدنيا سهلة، بالعكس انت ممكن تطوري كمان من الغرز دي، تبتكريها انت كمان. ففي غرز أساسية لازم انت اللي تعتمدي عليها ولازم تتعلمها في الأول، مثلا زي غرزة السراج. في ناس كتير هتقول ايه ده غرزة سهلة جدا وبسيطة وان هي ملهاش لازمة. لا بالعكس، كل غرزة من الغرز البسيطة الأولى ليها لازمة في كل حاجة، وبجد بتفرق في تمرين ايدك وحركات ايدك والمسافات اللي بتاخديها، كل حاجة فيهم بتفرق. فعندك مثلا غرزة السراجة، غرزة العقدة الفرنسية، عندك الباك، الحشو بقى بأنواعه. الغرز دي أساسية جدا ولازم تبدأي بيها، فدايما خدي السهل واستني شوية على التقيل. اما بقى النصيحة التانية فناس كتيرة بتغفل عنها، بما انك بتكوني لسه بادئة بتحاولي ان انتي تجيبي حاجات اللي هو يعني ايه تمشي بها ظروفك او على قد ما تتعلمي فيها. بس عايزة اقولك ان جودة الادوات اللي هتشتغلي بيها اهم من اي حاجة، اهم من ان انتي تتعلمي اصلا، لان جودة الادوات دي هتساعدك كتير جدا 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 في ان انتي تشتغلي شغل مظبوط. لو جبتي قماش وحش مش هيساعدك في التطريز وهتطلع التطريز مش حلو، فبالتالي هتاخدي فكرة ان انت مش عارفة تطرزي، او هتاخدي فكرة عن نفسك ان انت مش قادرة انك تصممي حاجة زي كده. فجودة الادوات يعني حاجة اساسية جدا لازم تهتمي بيها، سواء كانت الخيط او في انواعه، وخصوصا انه يكون ما بيبهتش ويكون فتلة كويسة، ما تقطعش منك او تتلعبك او تكون مفككة من بعضها فتعمل منك شكل مش لطيف. وكمان القماش ما يكونش اللي هو المسام الضيقة قوي او الواسعة قوي، لان الاتنين صعب جدا انك تشتغلي فيهم. انت محتاجة مسام قماش وسط تقدري تشتغلي عليها. وطبعا بنرشح في الوقت دوت يا اما البافتة اللوكس ده للتمرين فقط، يا اما بتشتغلي على الروزالين وهو اعلى شوية. بنفضل ان احنا نستنى على الساتين شوية لانه بيبقى محتاج معاملة خاصة حبة بتعرفيها بعدين، او انتي بتتدربي يعني، بس تدربي على حاجة تكون قماشها حلو. القماشة اللي على الطرة دي لازم تكون مشدودة شدة حلوة، سواء كان النوع فيه مطة شوية او لا. طبعا نهويها شوية لو منديل، بس انا عايزة القماشة تكون مشدودة معاكي، لاني لو مهوية شغلك مش هيطلع مظبوط ولا احسن حاجة. زي ما نوع القماش بيفرق، شدة القماش على الطارة كمان بتفرق، الإبرة بتفرق جدا، في حاجات كتير يعني. نركز في الأدوات ونجيبها خامات حلوة وكويسة هتفرق معانا وهتريحنا كتير. دي كانت النصايح العامة الأساسية. أما بقى النصايح التقنية أو الفنية، فأول حاجة لازم تعمليها إن انتي ما تستعجليش على أي حاجة بتتعلميها، ادي كل حاجة وقتها في التعليم، وخدي انت كمان وقتك، اعملي لنفسك وقت معين بتتدربي فيه على ان انت تطرزي الحاجة دي. مثلا اختاري مثلا شكل قلب صغير، شكل وردة بسيطة، مثلا هتمشي خطوط او هتعملي حاجة بغرزة الحشو، حاجة بسيطة جدا. اختاري تصاميم بسيطة اوي تشتغلي فيها في البداية علشان ما تصعبيش الموضوع على نفسك، وخدي وقتك الكافي في التدريب عليها. كمان خدي بالك ان الغرز بتاعتك تكون متساوية وتكون على قد ما تقدري قد بعض، لان ده هيفرق في النتيجة النهائية وهيفرق في راحتك انتي. فانتي ما تستعجليش على ان انتي تخلصي الطارة اللي معاكي او تخلصي الشغل اللي معاكي، قد ما تستعجلي على ان الحاجة دي تكون مظبوطة وقد بعضها. كل ما الغرز كانت قد بعضها كل ما كان دوت افضل. الالوان حاولي على قد ما تقدري ان الالوان تكون قريبة من بعض، تدريجات للون معين، ده بيخلي يعني شكل الحاجة حلو ويخليكي فرحانة بيها، بيخليها مبهجة وكده.
فانت ما تكتريش الالوان، ما تحطيش الوان بعيده جامد عن بعضها، ما تحطيش احمر وازرق واخضر واصفر كله في مكان واحد كده. غير طبعا لو حاجه فيها الالوان دي اصلا او انت قاصده انك تعمليها كده. لكن لو بتتدربي حاولي انك تاخدي تدريجات بسيطه، والوان تكون مريحه ليكي ولعينك، الحاجات اللي انت بتحبيها عشان الشكل النهائي يكون شكل لطيف. اما بقى النصيحه اللي اقولها لك علشان تحافظي على الشغل بتاعك، فإنك كل ما تيجي تشتغلي لازم تغسلي ايدك وتخليها على طول نظيفة، لأن ايدك بتطبع على الشغل أكيد. حاولي إن المكان اللي انت تحطي فيه الطارة أو هتشتغلي فيه يكون تمام، مفيهوش مثلا شباك مفتوح فبندخل تراب على الحاجة. حاولي إن انت تخلصي وما تسيبيش الحاجة محطوطة كده، ما تسيبيش الطارة بتاعتك أو القماش بتاعك محطوط من غير مثلا ما تدخليه في كيس أو تدخليه في علبة عشان يحافظ عليه. كمان قصي دايما الظهر ونضفيه بعد ما تخلصي. الخيوط الزايدة اللي بتكون طالعة دي بعد الربط يعني قصيها برضو بتبقى كويسة وبتبقى مهندمة، تخلي الشغل يكون شكله أفضل. لأن في قماش ساعات بيشف اللي وراه وبيظهر فيه الخطوط أو الخيوط اللي هي الزيادة عن الشغل. فانتي حاولي انك تنضفي كمان ظهر الطارة بعد بقى ما تخلصي خالص. لو حسيتي ان في حاجة في مثلا لحوسة في شوية تراب هنا في حاجة، تقدري طبعا لو انتي متأكدة من نوع الخيط بتاعك ان انتي تشطفي او تغسلي القطعة دي بالراحة جدا بايدك، ما بتتحطش في غسالة، على ايدك وبالراحة خالص. تحطي عليها مية وشوية من المسحوق وتبدأي ان انتي تعملي فيها حاجة بسيطة خالص. هي مش بتكون متبهدلة للدرجة اللي محتاجة انك تدعكي فيها جامد. فانتي بس مجرد ان انتي لو عليها لحوسة او تراب حاجة بسيطة بتنزل وخلاص. وطبعا بتنشفيها، وبعد ما تتنشف حاولي انك تحافظي عليها في مكان يكون مش واصله شمس كتير او شمس مباشرة علشان الالوان بتاعتك ما تبهتش او القماش يغير. التطريز يا جماعة مش بس ان انتي تنفذي باترون جاهز او شغل جايلك وعايزين نفس الباترون دوت ان انتي تنفذيه وخلاص. التطريز مع الوقت محتاج منك ان انتي تضيفي لمستك له، وان انتي تضيفي اسلوبك وتطلعي شخصيتك فيه. ده مش مجرد كلام، احنا بنتكلم على ان انتي تكوني ليكي لمستك الخاصة اللي بتميز شغلك. طبعا تقدري انك تستخدمي اي انواع من الخيط، ممكن تدمجي انواع كتيرة من الخيط مع بعض، ممكن تستخدمي شرايط الستان، ممكن تستخدمي الخرز. اتفرجي على فيديوهات كتيرة لناس كتيرة مش بس في بلدك، لا دوري في فيديوهات مختلفة لناس كتيرة عشان تشوفي اسلوبهم وعشان تاخدي منهم اللي هي الافكار الجديدة وتضيفي انتي عليها، وكمان تطلعي حاجات جديدة تكون ليكي انتي وتكون مميزة ليكي ومميزة لشغلك. في النهاية التطريز مش بس مجرد هواية او ناس واخداه للشغل وخلاص. التطريز حاجة حلوة بتطلعي فيها مواهبك، بتطلعي فيها جزء من شخصيتك، وبتاخدي فيها مساحة لنفسك تعبري فيها براحتك. آه، دي كانت أهم النصايح اللي ممكن أقدمها لكم. يا رب تكون عجبتكم، وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنقول نصايح أكتر عن الشغل اليدوي بشكل عام مش بس للتطريز. فدايما دايما دايما افتكري ان كل غرزة بتعمليها غلط بتعلمك حاجة جديدة. كل حاجة هتغلطي فيها هتتعلمي منها وهتبقي أشطر فيها. الحاجة اللي ما بنغلطش فيها ما بتعلمناش، يعني اللي بنغلط فيه ما بنتعلمش اللي بنغلط فيه بنتعلم منه، واللي ما بنغلطش فيه بجد ما بنتعلمش منه. بس كده. نسيت أكلمكم عن الطارة. الطارة معمول فيها ورق الشجر وغرزة الليزي ديزي وكمان عقدة فرنسية وحشو. الحشو العشوائي اللي هو في الوردة البيضة، وجزء صغير من الرقوق. أتمنى تكون عجبتكم، وقولي لي رأيكم في الألوان، ولو حابين أي نصايح تانية اكتبوا لي في التعليقات، وهشوفكم في فيديو جديد.